سميت حنجرة الشيطان بهذا الاسم نسبة إلى أساطير السكان الأصليين من قبائل الغواراني التي كانت تعتقد بوجود ثعبان ضخم يعيش في أعماقها ويسبب هذا الاندفاع القوي للمياه. ويعود سبب التسمية أيضا إلى شكلها الجغرافي الذي يشبه الحنجرة العملاقة التي تبتلع المياه. وتقع هذه الحنجرة واسمها غرغنتا ديل ديابلو على الحدود المشتركة بين الأرجنتين والبرازيل، وهي تشكل الجزء الأكثر عمقا وقوة في نظام شلالات إيغواسو الشهيرة، حيث تمتد على شكل جغرافي يشبه حرف يو، ويصل عمقها إلى حوالي 80 مترا وعرضها إلى 150 مترا. وتندفع فيها المياه بغزارة فائقة لتهبط في الهاوية وتسبب صوتا هادرا وضبابا كثيفا يحجب القاع تماما. لا تنسى الاشتراك ليصل إليك كل ما هو جديد.